هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم حنسوي كيكة كلش حلوة وبسيطة بمناسبة عيد الحب. هنا عندي هاي كريمة بيضة، اضيف لها قليل من هاي حشوة التوفي، لان اريد لونها يعني مو ابيض، هيك على اوف وايت شوية، فاضيف هذا التوفي، يعني هم ينطي طعم طيب وهم لونها يصير كلش حلو. هنا نخلطها. شوفوا ايش صارت، هيك لونها. عندي هسه هاي الكيكة مغلفتها طبقة أولى، هسه أبدي أغلفها الطبقة الثانية. هاي الطريقة. راح أحاول أنزل لكم يعني كم كيكة مناسبة عيد الحب، حتى يعني تقدرون تستفادون من التزيين، وأحاول أسوي لكم إياهن يعني بطريقة كلش بسيطة، ما أنزل يعني كيك يعني صعب، حتى الكل يقدر يسوي، وبنفس الوقت كيك نازك وشكله كلش حلو. هسه هنا خليت على سطح الكيكة قليل. هسه هنا بدي أساويها كلها. والمكان اللي يطلع يعني ما بيه كريم نرجع نضيف له كريم، ونسوي نفس الطريقة إلى أن الكيكة تكمل. شوفوا هاي الطريقة. كملناها، وهسه أسوي السطح مالتها، أساوي بهاي الطريقة. هسه بنفس السباتولا أثبتها وأفر الكيكة، وهاي الطريقة هم سويتها بهواي فيديوهات، بتسوي شكل الكيكة حلو. وسطح الكيكة نفس الشي، يعني بخفة الإيد، ما تضغطون على الكيكة. عندي هسه هاي الصورة نثبتها هنا بهذا الشكل، هيك تصير. وعندي هاي القلوب مسويتهم من عجين السكر، يعني فردت العجينة وبالقطاعة قطعتها انطاني هذا الشكل. سويت قلبين بهذا الحجم. هذا حسويه هيجي بصورة مائلة بحيث هيجي يصير، والثاني نخليه بهذه الطريقة هيجي يكون. وبعدها عندي هاي مسويتهن يعني قبل فترة، وعايبتهن عندي وقت الحاجة استعملهن.
مخليت لهم عود بحيث ناشفات كلش. نثبتهم فوق الكيكة بهذا الشكل. هيجي. وعندي هاي القلبين من عجين سكر مسويتهم، نخليهم ناشفات كلش طبعا من قبل فترة مسويتهم. وعندي هسه هذا النمنم، وهنا عندي هذا اللؤلؤ اللون أحمر، خليه هيجي يعني فقط 3. وهاي هنا كمية الكيكة، شوفوا شكلها شلون صار كلش حلو وكلش ناسكة ومرتبة، وطريقتها كلش سهلة مثل ما شفتوها، يعني حتى أي فرن ما استخدمت. أتمنى استفادتوا من هذا الفيديو وعجبكم، ومع ألف سلامة.